وليد الركراكي في تحدي جديد لاقناع موهبه من الطراز العالمي، وصراحه المركز اللي كتشغلوا هذه الموهبه هذه هو اللي ناقصنا في المنتخب الوطني المغربي. خليكم معايا في هذا الفيديو هذه، وقبل ما نبداو الفيديو الدراري نتمنى فضلا وليس امرا ضغط لي على زر الابوني، وما تنساش تخلي لي واحد اللايك الا عجبك الفيديو وواحد التعليق باش انك تحفزني نكمل في المحتوى ديالي. عيسى ديوب لاعب فولهام الانجليزي هو لاعب مخضرم كيشغل مركز الدفاع ديال الفريق الانجليزي. السن ديالو هو 27 سنه، عنده 3 جنسيات اللي هما الفرنسيه والسنغاليه وكذلك المغربيه. صراحه هذا اللاعب هذا المركز ديالو حنا في حاجه ليه، لان عندنا واحد المشاكل كبيره على مستوى الدفاع ديال المنتخب الوطني المغربي، وهذا الشيء بان في المباريات الاخيره اللي خدناها مع كل من ليسوتو والغابون، وبالخصوص في المباراه ديال الغابون اللي بانت ان عندنا مشاكل كبيره على مستوى الدفاع ديال المنتخب الوطني المغربي. وهذا الشيء اللي دفع على ان الركراكي يمشي لانجلترا باش يقنع هذا اللاعب هذا اللي حنا في حاجه ماسه ليه. التوفيق لوليد الركراكي في التحدي هذا، نتمنوا على ان وليد الركراكي يلقى واحد اللاعبين اللي يصلحوا هذا المشكل اللي كنعانيو منه في الدفاع ديال المنتخب الوطني المغربي، باش ما نبقاوش نلقاو مشاكل مع الفرق الافريقيه، وبالخصوص على اننا غادي ننظموا تظاهره الافريقيه في بلادنا، وبغينا ان كاس افريقيا تبقى في المغرب ونفرحوا بها مجموعين، حيت من شحال هذه صراحه ما فرحنا بهذا الكاس هذا، ونتمنى ان شاء الله هذه المره هذه تكون من النصيب ديالنا. خلوا لي الدراري التعليق ديالكم على هذا الفيديو هذا، وما تنسوش اللايك وخلاص زر الاشتراك فضلا وليس امرا، وتحياتي للحكام.